السلام عليكم، بخير لاباس عليكم. اليوم سننتقل إلى دوري أبطال إفريقيا للحديث عن مباراة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي، والتي انتهت لصالح الأهلي المصري ب 2-0 في لقاء الذهاب باستاد القاهرة الدولي، في انتظار مباراة الإياب التي ستلعب في كازابلانكا الدار البيضاء. قبل الحديث عن المباراة لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة القناة. إذن بعد هذا ننتقل للحديث عن المباراة وأهداف المباراة. في الشوط الأول سيطرت الرجاء منذ البداية بالطول والعرض على أجواء المباراة، وكادت أن تسجل ركلة حرة عن طريق الناهيري تصدى لها العملاق الشناوي بكل براعة، وبعد هذه الفرصة أتت فرصة أخرى لزريدة الذي أضاعها وجها لوجه مع الشناوي، وتألق مرة أخرى حارس المنتخب المصري وفريق الأهلي، والذي يعتبر نجم المباراة بغض النظر عن من سجل الأهداف. بعد هذه الفرص الضائعة لرجاء البيضاوي استعاد الأهلي التوازن وامتص حماس لاعبي الرجاء، خاصة بعد أن سجل محمد عبد المنعم الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول ب1-0 لصالح الفريق الأحمر. في الشوط الثاني حاول لاعب الرجاء العودة في المباراة، لكن خبرة لاعبي الأهلي حالت دون ذلك، وضغطوا على النسور وحرموهم من لعب الكرة القصيرة، ما اضطرهم إلى لعب الكرات العرضية التي كانت في صالح الأهلي. واستمر الشوط الثاني بنتيجة 1-0 إلى غاية الدقيقة 84 ليسجل حمدي فتحي الهدف الثاني بعد كرة رائعة من بيرسيتاو أنهاها فتحي في شباك الزنيتي، لتنتهي المباراة 2-0 ووضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وفي انتظار مباراة العودة التي ستكون فيها الأفضلية للرجاء بفضل جمهوره الرائع والعريض، والذي سيكون اللاعب رقم 12 في الفريق. حظ موفق للاعبي الرجاء، ومبروك لجماهير الأهلي الفوز في مباراة الذهاب.